السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو جديد ونهار جديد إن شاء الله. كنرحب بالمتتبعات الأوفياء ديولي الجداد اللي انضموا للقناة، كنقول لكم مرحبا وألف مرحبا، شرفتوني شرفتوا القناة. وكنرحب بالمتتبعات القدام، كنقول لكم الدار داركم، وكنتمنى نبقى عند حسن ظنكم إن شاء الله. اليوم بإذن الله جيت وما جيتش بيدي خاوين، جيت لكم معسلة كتوجد في الدقيقة 90 نص ساعة، كتكوني موجده واحد البواطه ديال واحد المعسله اللي كتجي رائعه وزوينه وجميع الاسرار غنقولها لكم باش تصدق معكم باذن الله. وكتكون مقومه هذه المعسله، ما كتكونش غير فيها غير مقادير عاديين كتجيكم فيها بناء ديال الزيت والعسل فقط، ولكن كتكون مقومه، كتجي مخدومه من داكشي الرفيع والطريقه ديالها بسيطه. شوفوا معايا المنظر ديالها شحال كيشهي. وهذه الكميه ان شاء الله جيت لكم غير بكميه قليله اليوم، نص كيلو، يعني كل شيء يقدر يديرها، يعني اي واحد بغى يجربها ينوض يديرها نص كيلو كل شيء غادي يزعم. غنخليكم ان شاء الله مع المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. هادو هما المقادير ديال هاد المعسله اللي هي بوشنيخه. هنا عندي معلقه صغيره ديال النافع وحبه حلاوه، عندي هنا معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه، طريقه ديال الملحه، عندي هنا 3 المعالق ديال الخل، وعندي واحد 4 المعالق ديال الزيت، كاس ديال الحليب. بالنسبه للزبده هنا درت زبده حيوانيه باش تجيني بنينه بزاف، 150 غرام او لا ما يعادل كاس عامر ديال العنبه. هنا عندي الزهر، عندي 4 المعالق كبار، وساشي ديال الزا زهر كتعطي واحد النسمه زوينه، ونص خماره. انا تنيته هنا باش تشوفوا راه نص خماره اللي غنديروا في هذه المقادير، لاننا غنديروا غير نص كيلو. ودويمه ديال الزعفران اللي ما بغاهاش ما يديرهاش ويعوضها بشويه ديال الزعفران شعره. وهنايا عندي نص كيلو ديال الدقيق. كيف ما كتشوفوا المقادير بسيطه وموجوده، ما فيها لا زنجلان لا لوز، ولكن فيها زبده حيوانيه، فيها الحليب، النافع، حبه حلاوه، كل شيء مبننها. هنا كناخذ واحد الكاسرونه كندير فيها ديك الزبده مذوبه، الزهر، الزيت، ما كنديرش غير الخل، كندير كاع السوائل في هذيك الكاسرونه وصافي. وكنبدا نغربل في ديك القرفه وفي ديك النافع باش كل شيء يدوز ليا ان شاء الله في الوراقه. من داك الشيء ما يوحل لي حتى شي حاجه في الوراقه. كندير الزا زهر، شويه ديال الملحه، كندير ديك الضامه ديال الزعفران. بزاف الاخوات ما كيبغيوهاش ما يديروهاش، كيبقى لكم الاختيار، يا ديروا دويمه يا ديروا شويه زعفران شعره. هنا غندير نص خماره، ما غنديرش خماره كامله، صافي نص خماره. حاولت نجيب نص خماره. وغادا ندير هاد السوائل اللي خلطت، حليب، زيت، زهر، كل شيء درته هنايا. وغادا ندير دابا الخل ونخلط. كيف ما شفتوا معايا الطريقه بسيطه بزاف، دقيقه 90 واخا حتى يبقى لرمضان غير نهار واحد وديروها. هذه بلا رمضان ديروها، كتبقى عندكم في الثلاجه زوينه بزاف، تحطوها مع الحريره، تحطوها مع الشربات ديالكم، فنه بوشنيخه. وحتى الخدمه ديالها كتبقى ساهله، نص ساعه وكتسالي، ماشي بحال الشباكيه والصعوبيه ديال الشباكيه. كيف ما شفتوا معايا حركت السوائل مع داكشي اللي درت في الاول، وضفت عليهم نص كيلو ديال الدقيق، تقريبا كتهز لي نص كيلو او لا نص كيلو، 2 معالق كبار. يعني نتوما عينكم ميزانكم. هنايا غنضيف 2 المعالق كبار. وغادا نجمع العجين ديالي، ما خصوش يكون يلتصق في اليدين، يكون مجموع، ما قاصحش بزاف بحال ديال الشباكيه. صافي انا بعض المرات كتهز ليا غير نص كيلو، ولكن بعض المرات كنزيد دوك 2 معالق حتى ل4 المعالق، يعني الماكسيموم على حساب النوعيه ديال الفرص، كيفاش دايره، واش كتشرب ولا لا. كيف ما شفتوا معايا جمعتها غير بالديه بواحد السرعه. غادي تشوفوا الوقت اللي غندير فيها راه نص ساعه، حسبته بالمكانه، ما كتعطليش فيها. وباش زوينه ما كطيبيهاش في وسط النهار، كتجمعيها وكتقاديها وكتخليها حتى الغد لي، وكتنوضي تصايبيها وتقليها. ملي كنجمعها وصافي العجين ما يكونش يلتصق في اليدين، كنديرها على شكل هكايا حريبلات كيف ما شفتوا معايا. هنا درت منها 6 ديال الحريبلات، يعني هاد نص كيلو غادي يخرج ليا تبارك الله هاد 6 ديال الحريبلات. بسرعه ديروها. وغادي نمشي لسطح العمل معاكم وغادي نشكلوها. انا جمعتها هنا قدام الشرجم باش يجيكم الاضاءه واضحه وتشوفوا معايا المقادير وتقيدوهم، لانها ساهله هاد المعسله. كل شيء يمكن ليه يدير، حتى واحد ما غادا تجيه صعيبه. الوراقه ضروري تكون عندكم هاد الوراقه. هنايا عندي هنايا امبيريا، غنركب فيها هاد الطريف هذا اللي كنحيدو دائما، كنديرو غير ملي كنبغيو هكا بوشنيخه.
كنجيبوا العجين ديالنا وكنسرحوه وكنعطيوه شويه ديال العرض باش تجينا واحد بوشنيخه عامره، ما تجيش فيها تجي طويله وقليله عرض، باش تجيونا فيها دوك الشعيرات كتار. اما الا درتوها رقيقه ما فيهاش العرض غادي تجيكم دوك الشعيرات كتار وما غاديش المنظر ديالها زوين. هنا كندوز العجين ديالي كيف ما كتشوفوا معايا، راه كندير ليه العرض، عاده كنبدا نسرحو طول وكندوزو في الوراقه في النمره شويه غليظه، عاده كندوزو في الرقم اللي قبل من الاخير بثلاثه المرات. يعني الرقم الاخير اللي رقيق لا، واللي قبل منه لا، واللي قبل منهم هو اللي كندوز فيه العجين ديالي، يعني الثالثه قبل من الرقيقه. كيف ما شفتوا معايا اخواتي كنبقى نسرح بالمدلك حتى كنسرح شي جوج ولا ثلاثه او اربعه. المهم طريقه الخدمه ديالي اللي كندير، غير كنبغي نشارك معكم وحده ولا جوج باش تشوفوا. كندوزها في الوراقه في النمره تكون شويه غليظه، عاده كندوزها في النمره الثالثه قبل الرقيقه. البوشنيخه ما كتبغيش تكون رقيقه بزاف باش ما تهرسش لينا وباش ما يخرجش فيها الكسور. هانتوما غتشوفوا معايا الطريقه ناجحه، وهاد البوشنيخه راه كتجي مقومه وبنينه، راه ما كتجيش غير مذاق عادي، يعني ما كتجيش غير الزبده، وكاين اللي كيدير فيها غير الزبده والحليب وسميتو الزبده والحليب والدقيق وكيقول بوشنيخه، ولكن هذه راه فيها زبده العبار، يعني زبده سونطرال، زبده حيوانيه، فيها النافع، حبه حلاوه، فيها القرفه، كتجي مقومه ما شاء الله وكتجي بنينه. كنعطيوها العرض كيف ما قلت لكم خواتاتي، انتم غتشوفوا العرض علاش، حيت كتجي ديك بوشنيخه مهبره وكيجيو فيها بزاف الشعيرات. كنسرح معاكم هكايا وكندير واحد دريديره خفيفه ديال الدقيق باش ما تبقاش تلتصق ليا في سطح العمل، ما تبينوش الدقيق، يعني غير واحد دريديره اللي كتشربها العجين ديك الساعه. صافي كنجيب العجين لان خرجته في الثالثه اللي قبل من الرقيقه، وكنسرحو كنخرجو في الوراقه هي الاولى، عاده كنخرجو في البلاصه ديال الرزيزه، وكنحطو قدامي بحال هكا وكنستف دوك الخويطات اللي طاحوا ليا من الجناب. ضروري كيكونوا خويطات ما طوالش بزاف، كنحاولوا نقادوها وكنبداو نقرصو. كديروها كبيره ولا ديروها صغيره نتوما وشنو بغيتو، المهم حاولوا ديروها متوسطه. واي شعيرات مقادينش قادوهم عاد قرصو. كيف ما كتشوفوا معايا كتحضروا واحد الكميه كثيره في وقت وجيز، وكنقطع بالمقص، كتقطعوا من الوسط وكتبداو تقرصوا الجنيبات مزيان باش ما تحلش لينا في المقله. كنفخفخوها وكنحطوها، كنفخفخوها وكنحطوها، يعني واحد المعسله كتوجد بسرعه والمنظر ديالها كيجي رائع بزاف وبنينه بنينه بهاد المكونات اللي حضرت معاكم. يعني ما فيهاش اللوز ما فيهاش الجنجلان، راه كتكون اقتصاديه وسهله في الخدمه وكتوجد بسرعه، ماشي بحال الشباكيه كتشد الوقت وكتبغي العوين وفيها شويه تماره. اما بوشنيخه تبارك الله ما شاء الله راه فرمشه عين توجديها، خاص تكون عندك غير الوراقه باش تسهل عليك. هذا مكان. صافي كنوجد وانا كنحط قدامي واحد 3 الاشرطه وكنقادهم، عاد كنبدا نقرص دقه واحده وكنخرجهم كيف ما شفتوا معايا. غنعاود معاكم هاد اللقطه. كنحط الراس ديال هذاك الشريط كنحطو كنلصقو على بلاصه الرزيزه، عاد كنخرجو باش ما يبقاش يلعب ليا وكيخرج داكشي مقاد، وكنحطو مزيان مقاد فوق الرخامه. وهذوك الشعيرات اللي كيطيحوا في الجناب حتى هما كنهزهم، لي طويله كنستفها حداهم وصافي، اللي قصيره كنجمعها حتى كنسالي. ها نتوما راه كنقاد وانا كنقرص، ها نتوما كنديرها بهذه الطريقه. الصوره راه واضحه والصوره اكثر من الشرح. كنقطع بالموس، شوفوا معايا شحال من حبه وجدناها فرمشه عين. والشعيرات اللي كيبانوا لكم هكايا خارجين صافي حيدوهم باش ما اولا جروهم ولصقوهم مع الجنيبات باش ملي نكونوا نقليوها ما يخرجوش لينا وما يخرجش لينا فيها الكسور. هاد بوشنيخه وهاد المقادير وهاد الطريقه راه ما يخرجش لكم فيها الكسران نهائيا. هانتوما غتشوفوا معايا في اخر الفيديو غتشوفوا شحال ديال الكسور فيها، راه ما فيهاش نهائيا. صافي دوك الصغيورين اللي كيبانوا لكم هكايا قصيورين صافي حيدوهم، او اللي طوال غادي نجرهم عندكم الجنيبات كيف ما كندير انايا في الصوره، وكتقرصوا وتفخفخوها. الجنيبات ما تخليوهمش غلاظ، حاولوا تقرصوهم مزيان وصافي. اي شعيره بانت لينا هكايا ما مشدوداش نحيدوها. غنعاود معكم وحده اخرى. كيف ما شفتوا معايا كنعطيها العرض. كاينين الناس اللي كيديروها طويله ما فيهاش العرض، ولكن ملي كديروا بوشنيخه كتجي بحال خاويه، بحال ما فيهاش بزاف ديال الشعيرات. انا ما كتعجبنيش هكاك، كتعجبني تكون تبارك الله مهبره وفيها بزاف ديال الشعيرات كيف ما غتشوفوا معايا في اخر الفيديو. ها انتم دي طريقه الخدمه اللي كندير انا، راه غير بديت معكم في الاول بشويه، ولكن هذه طريقه الخدمه. كنسرح 3 4 كنسرحهم بعض مرات في دقه، وكنبدا كنسرحهم هكايا وكندوزهم كاملين في الغليظه.
عاده كندوزهم كاملين في النمره الثالثه اللي قبل من الرقيقه، لان بوشنيخه ما كتبغيش تكون رقيقه بزاف، الا كانت رقيقه غتهرس ليكم وغدا تحرق لكم في الزيت. المهم نتوما حاولوا تخرجوها في الثالثه قبل ما الرقيقه، حيت الارقام ما نقدرش نقولهم حيت بزاف كاين بزاف الانواع ديال هاد الماكينات ما عندهمش نفس الارقام. صافي كتخرجوهم ملي كتوصلوا النصف كديروا يديكم بحال هكا من النصف باش تشدوهم كاملين، وكنحطهم وكنبدا نقاد في دوك الخيوط اللي كيبانوا ليا مخسرين، وداكشي اللي كيشيط كنحيدو. المهم طريقه الخدمه اللي كندير لها باش كنسالي بسرعه هي هذه، كنسرح 3 ولا 4 الاشرطه قدامي عاد كنبدا نقرص. يعني شي حاجه ما يمكنش تجي شي واحد صعيبه، راه ساهله. واهم حاجه كنقلبوا على شي حاجه اللي كتوجد بسرعه، معسله في الدقيقه 90، والبنه يا سلام والمنظر يا سلام. جربوا اخواتاتي وخليوا لي في لي كومونتير كيفاش جاتكم. نتوما عارفين اني اي وصفه عطيتها لكم كنعطيها لكم من القلب وبكل اخلاص بكل ثقه، تنوضوا توجدوها ما تخافوش نهائيا، غير تبعوا المقادير كيف ما عطيتهم لكم والطريقه، وان شاء الله كل شيء غينجح معاكم. كيف ما شفتوا معايا كتجي ديك البوشنيخه مهبره فيها بزاف ديال الخيوط، داكشي علاش كنعطيو العرض للعجين ديالنا. هذه الخدمه كنتم غادا بها بحال هكا، كنحط 3 4 قدامي، واي خيط هكا كتشديه وتا هو كتدخليه وسط منها وكتبداي تقطعي بالموس. وشوفوا شحال من حبه وجدات في رمشه عين. دابا غنبدا غير نقرص الجنيبات ونفخفخ ونحط في اللاطه. نص ساعه حسبتها نيشان بالمكانه، دغيا دغيا صافي. باش زوينه كتخدميها في النهار وكتقليها في النهار الاخر. انا وجدتها هكايا في العشيه وما غنقليها ان شاء الله حتى الصباح. الشكيله ديالها راه جافن بزاف بزاف. كاين اللي كيفضلها هي على الشباكيه، ولكن الشباكيه حنا كتبقى ضروريه تبارك الله في الطاوله المغربيه ديالنا. بوشنيخه حتى هي الناس اللي كتغلبهم الشباكيه وكيغلبهم التشباك وما كيقدروش على الثمره ديالها، هاد بوشنيخه جبتها لكم بمقادير مضبوطه وطريقه سهله. خاص تكون عندك غير الوراقه وكل شيء غادي يدوز هو هذاك، وباش زوينه بزاف كتصاوبيها في النهار وترتاحي الغد اللي عاد كتنوضي تقليها. صافي دابا غنحطها في اللاطه وغنخليها تنشف الليله كامله. ضروري تخليوها الاقل ساعه 6 ديال السوايع. المهم ديال الكميه اللي خرج ليا نص كيلو، المهم خرج ليا تبارك الله كميه زوينه. نتوما غتشوفوها في البواطه. غنخليها هنا في اللاطه واحد انا غنخليها ليله كامله، ولكن نتوما بغيتو ليله كامله بغيتو على الاقل 6 السوايع. الا وجدتوها في الصباح قليوها في العشيه، وجدتوها في العشيه غادي تقليوها حتى الصباح. ضروري ما تنشف ليكم عاد تقليوها. هنايا جبت العسل، ضروري ما تسخنوه اخواتاتي باش ما تضيعش لكم بوشنيخه ديالكم. ضروري تسخنوا العسل. انا حاطاه حدايا كيسخن ودرت الزيت هنا في المقله. هنا خديت غير المقله الصغيره شويه، ما خديتش الكبيره ديال الشباكيه. كيف ما شفتوا معايا راني كندير في الشباكيه دايره المقادير ديالها في البانيو غادا نعجنها. ولكن ملي فقت الصباح قلت ضروري نقلي هادو عاد نمشي نعجن الشباكيه. خديت انا هاد المقله، ما بغيتش ناخذ الكبيره ديال الشباكيه لان غتهز ليا الزيت بزاف. اللهم ناخذ هذه غير موين. هاد نص كيلو ديال الدقيق درت فيه 2 ديال القليات صافي. تبارك الله دغيا دغيا، لا في القلي ديالها ميسره ولا في الخدمه ديالها ميسره. العسل ديالي راه كيسخن، ضروري يكون العسل يكون سخون، لانه لا كان هو خاصو يكون العسل قاصح، يعني يكون كيفاش بغيت نقولها لكم، العسل يكون زعما كاين طيب مزيان ديال المعسلات، يكون ثقيل. يعني بغيت نقول ثقيل ومشات ليا عاده تسخنوه، ماشي العسل يكون جاري، لا العسل يكون ثقيل وعاده تسخنوه باش ملي نحطوا المعسله ديالنا ما تهرسش لينا. هذا علاش صافي كنخليوها ملي كنرميوها ما كنقربوش ليها حتى كتشد راسها. عاده كنبدا نقلب فيها بواحد القطيب اولا بشي حاجه عندكم صافي، وكتقلبوها حتى كتاخذ لون موحد. عاده كتحيدوها من الزيت ان شاء الله وغديروها في العسل اللي كيكون سخناه من قبل. حنت العسل الا كان قاصح راه غادا تضيع لكم هاد بوشنيخه ديالكم. المهم تبعوا الطريقه اخواتاتي باش ان شاء الله تنجح معكم، وانتم غتشوفوا الشكل ديالها شحال جافن وواعر وزوين بزاف. تذوقوا به الطاوله الرمضانيه ديالكم، وتحطوا شباكيه، تحطوا بوشنيخه والبليغات ان شاء الله اللي غنشاركهم معكم في الفيديو الجاي باذن الله. المهم هاد المعسلات راه زوينين بزاف، واللي ما قدرش على الشباكيه يدير بوشنيخه، راها ساهله ماهله.
كيف ما شفتوا معايا جوج مقلات نيشان هما اللي درت في هاد نص كيلو هذا. ها نتوما العسل راه جاري. لو كان العسل ما سخنتوش كان غير هرس ليا البوشنيخه ديالي. المهم انا سخنته، حطيت البوشنيخه ما كتضيعش ليكم، هانتوما غتشوفوها في الاخير. غادا نرمي الرميه الثانيه صافي دغيا قليتها، ما خدتش مني وقت كتير. ملي ترميوها ما تقربوش ليها، خليوها حتى تشد راسها صافي. قادوها وخليوها ملي تشد راسها عاد بداو تقلبوا فيها حتى تاخذ لون موحد. والمعسله ديالنا راه مخشيه في العسل، غنخليها واحد تقريبا، غنخليها واحد نص ساعه تقريبا، عاد غدا ان شاء الله نصفيها من العسل وغادي تشوفوها معايا. انا خديت جوج ديال لي بول اللي درت فيهم العسل باش نخليهم يشربوا العسل على خاطرهم، وما نديرش شي فوق شي باش ما يتهرسش لينا البوشنيخه ديالنا. صافي غنخليهم انايا هنايا في العسل حتى يشربوا مزيان مزيان واحد نص ساعه بحال هكاك، وغادا نرجع باش نصفيهم وتشوفوا الشكل النهائي اللي حصلنا عليه. واحد المعسله اللي خطيره ومقومه وبزاف زوينه بزاف، لانها كاين اللي كيدير فيها غير الزبده كيف ما قلت لكم والحليب وصافي، وكيقول هذه بوشنيخه هذه تبارك الله فيها زبده سبيسيال فيها النافع وحبه حلاوه والقرفه، وتبارك الله راه القوام ديالها كيهضر عليها باينه كيفاش غتكون. هنايا غناخذ هذاك العسل غنصفي بعدا بوشنيخه، ونصفي العسل من دوك العويدات اللي قدروا يطيحوا ليا من بوشنيخه. ها نتوما ما كاينش الكسور بزاف نهائيا. شوفوا الشكل ديالها. انا صفيت العسل باش ندير فيه البليغات، راه كتشفتوا ماني دايره البليغات درتهم حتى هما في الليل، ونض الصباح قليت بوشنيخه وتبعتها البليغات وغنخليهم في العسل، وغنجي نوريكم بوشنيخه كيفاش جات. غنزوق ليها الرويصات ديالها بالزنجلان اللي محمر، كتجي زوينه في المنظر. اللي بغى ما يديرش زنجلان يدير لها لوز ايفيلي يخليها غير هكاك، يدردر عليها اي حاجه بغيتو، يمكن لكم تخليوها غير هكا كتبقى زوينه. هاد الكميه ديال نص كيلو خرجت لي تبارك الله كيلو معبور وواحد 200 وكثر من 50 غرام، يعني اكثر من كيلو وربع خرجت لي هاد نص كيلو هادي. هاد البواطه هادي راك تهز كيلو معبور، يعني خرجت لي هاد البواطه عامره زائد واحد شويه في بواطه اخرى. زوينه بزاف مقومه. كاين بزاف ديال الناس اللي كيديروا بوشنيخه وتبارك الله ما شاء الله المقادير راه كتختلف من اخت لاخت. كاين اللي كيديرها غير بالزبده لذه، كاين اللي كيدير بالزبده سبيسيال، الاثمنه كتختلف. المهم شوفوا معايا هادو هما العويدات اللي طاحوا منا، يعني ما ضاعتش لينا، ما جاش فيها الكسران تبارك الله، جات فنه. شوفوا معايا هذه البواطه اللي خرجت ليا وهذا الشيء اللي حداه. هنايا كيلو معبور وهنايا تقريبا اكثر من 250 غرام. شوفوا الشكيل، شوفوا اللوين، شوفوا المنظر، شوفوا معايا جات مهبره. علاش؟ حنت انايا عطيتها العرض، لو كان ما عطيتهاش العرض غادا تجي هكايا طويله وخاويه ما كتجيش زوينه. شوفوا معايا ملي غنقطعها معاكم شحال جات تبارك الله فتيه ورائعه ومعلكه. المهم الصوره راها واضحه، كنتمنى يا ربي تجربوها وتعجبكم. وإلا عجبكم الفيديو بطبيعة الحال ما تنسونيش بالتشجيعات ديالكم وبالتعليقات ديالكم الزوينة اللي كتحفزني وكتخليني نوض. واخا الروينة واخا الضغط في الخدمة كنقول ضروري نشارك مع خواتاتي شي وصفة اللي غادا تفيدهم ان شاء الله. وما كاين غير الوصفات، ما كاين غير الطاقة الإيجابية. وشكرا لكم على انضمام القناة، وشكرا لكم على لي لايك وعلى الكلام الطيب ديالكم وعلى لي كومونتير اللي كيفرحوني واللي كيحفزوني باش نزيد لقدام ان شاء الله. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.